السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم سعادة. النهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل الفول المدمس ببساطة شديدة جدا وبطعامة، وهيطلع معانا مستوي جدا وزي الزبدة. أول حاجة عندي كيلو من الفول غسلته كويس جدا ونقعته من بالليل للصبح أو العكس. لازم يتنقع أقل حاجة 8 ساعات. بعد كده طبعا طول ما هو منقوع بغير عليه المية لحد ما تبقى المية رايقة جدا، وبعد كده بجيبه أحطه في حلة أو فوالة لو عندي، بنزل عليه بمعلقتين 2 من العدس الأصفر، بيزود القيمة الغذائية وكمان بيخلي لونه تحفة جدا، ونص ليمونة. بس كده، أنا ما بضيفش أي حاجة أكتر من كده. بعد كده بضيف المية بتاعتي، العقد بتاعه بضيفه بالكامل من الأول علشان ما زودش الفول، لأن تزويد الفول بيخلي الفول يتأكسد ويسود معايا. هرفعه على النار وبعد ساعة هنشوفه. دي حبة الفول بتاعتي اللهم بارك بعد ساعة استوت كده والقشرة فتحت زي ما احنا شايفين، لون الفول فاتح جدا اللهم بارك. يعني الفول بياخد معاكي ساعة واحدة بس على النار، لا بتستهلكي بقى غاز كتير، ولا بتشغليه بقى طول الليل أو طول النهار علشان يستوي بالست ساعات والسبع ساعات والثمان ساعات زي ما بنسمع. مش هياخد منك أكتر من ساعة. الفولة دايبة زي ما احنا شايفين اللهم بارك زي الزبدة، والمية بتاعت الفول هنشوف مع بعض كده بسم الله قد ايه رايقة وفاتحة جدا. وكمان ما شاء الله كده شوفوا خفيفة قوي زي ما احنا شايفين قوامها خفيف كده. تحفة جدا. أهم حاجة عندي حبة الفول فاتحة ومستوية وميتها رايقة، مش المية بقى سودة والفول متأكسد وطعمه وشكله مش لطيف. هنبتدي بقى نحط حاجة كده، هجيب معلقة من الصلصة الجاهزة وعليها معلقة واحدة من النشا مع نص كوباية مية كده، وابتدي أدوبهم مع بعض كويس جدا. يعني حاجتين اتنين هنحطهم، اللي هي معلقة النشا ومعلقة صلصة جاهزة. الصلصة هنا تدي لون حلو جدا للمية بتاع الفول. احنا طبعا شفنا قد ايه هي رايقة ولونها فاتح علشان الفول اتنقع كويس اللي جدا. احنا هنحطهم دول اللي هي معلقة النشا مع معلقة الصلصة ونص كوباية المية طبعا. ده مش مكون ولا حاجة، ده عشان ندوبهم فيها. ندوبناهم بالكامل كده لحد ما بقى خليط سايل كده، هنبتدي ننزل بيهم بسم الله على الفول. وبعد كده هنسيبه ربع ساعة على النار هادية جدا جدا، مع تقليبه كده مرة أو مرتين وهو على النار. وبعد كده هنشوف قوامه هيختلف ازاي. طبعا احنا شفنا قوام الفول وتسويته خلال ساعة كان عامل ازاي معانا، ولون المية بتاعته فاتح ازاي. بعد ربع ساعة بقى لونه بالشكل القمر اللي احنا شايفينه ده. شايفين اللون الأحمر الجميل؟ شايفين الفول بقت المية بتاعته بقت صوص أحمر كده. القوام تقل معايا شوية بعد ما كان خفيف خالص وكانت فاتحة قوي، بقى اخد اللون الاحمر ده جميل ده من معلقه الصلصه الواحده اللي احنا حطيناها. معلقه يعني مش حاجه كتيره، اديت له قوام واداله اللون الخطير اللي احنا شايفينه ده. ده شكل الفول بتاعي مستوي خلال ساعه واحده، ما بياخدش وقت اكتر من كده. تحفه جدا زي الزبده. ابتديت بقى سبته في الحله لحد ما برد معايا بالكامل. تقدري تعملي الفول بالشكل ده وتحبشيه بقى بالشكل اللي انت بتحبيه، طحينة ليمون زيت زيتون. ممكن تعمليه بطماطم. واول ما يبرد معاكي على اكياس التخزين بقى وتبتدي تعبي الكيس بتاعك على قد المرة الواحدة في الأكلة الواحدة، حسب ما بتحبي، كبشتين 3 حسب عدد أفراد أسرتك. وتربطي عليه الكيس وتبتدي تفرزيه بقى في التلاجة اللهم بارك. الكيلو بيعمل معاكي، عمل معايا تقريبا 8 أكياس بالحجم ده. تحفة جدا اللهم بارك. كده أنا عملت الفول ما أخدش مني غير ساعة واحدة بس على النار بمكونين 2. طالع زبدة ولونه فاتح وقوامه تحفة جدا وطعمه في منتهى اللذاذة. لو قعد معاكي شهر بتخرجيه لونه فاتح جدا، ولا بيتأكسد ولا بيحصل له أي حاجة. شايفين بيدوب معايا ازاي؟ على طول بقى هشيله في الفريزر وأخرج منه وقت اللي محتاجه، بدل ما انزل وابعت حد يجيب لي كبشة الفول كده قد كده ب10 جنيه. يبقى احنا نعمل حاجتنا في بيتنا بمنتهى النظافة، وكمان موفر جدا وكده. النهاردة الفيديو بتاعنا كان عن الفول، يا رب تكونوا استفدتوا منه، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. انتظروني دايما في فيديوهات جديدة حلوة ومميزة. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم حبايبي في حفظ الله وأمنه.